تجري الرياح بما لا تشتهي السفن يا كبير. هذا المقطع ما تحضروه قدام اهلكم لانه فيه كلمات حساسه. حط الايرفونز. بيوم من الايام يا معلم فاق سبيد ما لقى بوكسر ليلبسه، قام لبس الشورت من دون شو، من دون تياب داخليه، وراح فتح لك هالستريم على يوتيوب وقعد يلعب لعبه رعب. فجاه طلع له شيء بنقزه، اكل جامب سكير، نقز، صرخ، وقف وصار يهزز بشكل ما بدنا نحكي، وصحت منه الغالي وبين لكل العالم على الستريم. لابو جامبو تبعه طبش على الطاوله وارتد يا معلم، طلع هيك طلع راسه من الشورت. هلا ما بعرف مين منكم بيشتغل معه لما ينقز، بس انه منيح اللي بعده شغال معه بعد هيك نقزه. على كل حال سبيد من بعد هيدي الحادثه انقلب 180 درجه، صار مكتئب، متوتر، حاسس حاله عاجز، عم يحس انه كل مملكته وكل شيء بناه خلال اخر 6 سنين كلياته عم يهبط. وطبعا الناس ما رحمته وصاروا يعيطوا له اي شو مي. مش حفسر شو معناتها، المفروض تفهموا لحالكم يعني. الكومنت سكشن تاعيته على ستريم صارت كلياتها مليانه ايكونز لحمه، العالم على تويتر كلياتها عم تتنمر عليه وهو عم يترجاهم انه يوقفوا. عم بيقول للناس انا عندي اخوه، شو برايكم احساسي لما يجي لعندي خيي ويعيط لي اي شو مي؟